الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. كل عام وقلوبنا أنقى، كل عام وعلاقتنا بالله أقوى، كل عام وصحائفنا بالخير ترقى، كل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد. من أمام ديوان عام محافظة الدقهلية نقدم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة العام الجديد للشعب المصري العظيم وللقيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي، اللي بنقول له كل سنة وانت طيب يا ريس، انت والشعب المصري العظيم. كل سنة واخواتنا الأقباط بخير وصحة وسعادة، وإن شاء الله كلنا شركاء في هذا الوطن، كلنا شركاء من أجل تنمية وازدهار مصرنا الغالية. القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلت مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، خلت مفيش فرق بين مسلم ومسيحي، كلنا مصريون، كلنا بنعمل من أجل بناء وتنمية وازدهار هذا الوطن. كل سنة وانت طيب يا ريس، كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة انت والقيادة السياسية. كل سنة ومعالي الوزير المختار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وشعب الدقهلية العظيم بخير وسعادة. كل سنة والوزير الإنسان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخير وسعادة. كل سنة والشعب المصري العظيم بخير وصحة وسعادة. وبحب أبارك وهني للقوات المسلحة المصرية درع الوطن الحصين، اللي بنهنيهم هم وشرطة مصر الباسلة. كل عام وجميعنا بخير، كل عام وكلنا نعمل من أجل بناء وتنمية الوطن، كلنا مصريون، كلنا نعمل من أجل ازدهار وتنمية الدولة المصرية. كل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة العام الميلادي الجديد 2023، وإن شاء الله يعني ننسى الهموم اللي عدت في 2022، وإن شاء الله نحقق كل الأماني والأمنيات في العام الميلادي الجديد، ويا رب يكون عام فرح وسعادة وانتصارات للشعب المصري العظيم وللدولة المصرية. كل عام وأنتم جميعا بخير. شكرا لحضراتكم.